السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الخاص بنهائي كاس الكونفدرالية الافريقية لنسخة 2023 2024 لقب الكاف هنا الشوط الاول هنا دفعنا النهائي في مدينة تتويج كاس الزملكاوي لثاني مرة بين الفريقين بعد ما تابعنا النهائي 2019 وتتويج كاس الزملكاوي هنا في بركان 1-0 هنا في بركان لاباندوتشو 1-0 في الدخول لاعبين التي ابتسمت لفريق التحكيمي المصري لقب الكاف والشوط الحسم الذي حقق اللقبين فلك من مختلف المدن الأوروبية الكبيرة اليوم نتكلم عن آلاف من فريق جنوب أفريقيا البرتغالي بركان أمام الزمان دخول لاعبين على أرضية الميدان أمام شباب بركان بي اس بي بركان ممثل الكرة المغربية المتعود على هذه المسابقة محمد المرابط 10 على النهائيات يربح نهائيين ويخسر بلديه مدينة بركان هذا هو النهائي الرابع والثاني امام فريق الزمالك المصري. اذا شوط هنا في بركان وبعد اسبوع ان شاء الله سيكون الشوط الثاني والشوط ذلك والشوط الحسم هناك في استاد خارج ارضيه الاسبوع كما يخوض نهائيات في مصر وفي البالماريس الكيني مشاهدينا الشعباني دعم جماهيري كبير اليوم 3 انتصار عن الاف الانصار الذين قدموا طبعا فريق الترجي ولكن كذلك من مختلف المدن المغربيه في هذه اللحظات والتمثيليه هنا في هذه المسابقه البركانيه بلمسه وحضور يوسف الكره الاولى والضربه الاولى والومضه الاولى للبرتغالي بركان معك يا الفحلي. واصل البالماريس راح يتدخل لا زالت هنا للبرتغالي في لقطه ولكن الكره مرت عاليه الى ضربه مرمى. نعم ضربه مرمى يوسف الفحلي اللي حاول في اللقطه الماضيه. هنا الاعاده الارتقاء الاول وبعد ذلك المغربيه الهواء والذي استانس بالاجواء المغربيه منزله بركانيه التأييري تسديد الدخول من المرابط ماذا هناك وويرو يقول واصل وويرو يقول تابع لك اضافه الى يوسف طايو ماذا هناك هل فيها ضربة جزاء يا وويرو؟ هات الصورة هات الإعادة هل فيها اتجهت أين اتجهت؟ شوف رجل حسام عبد الحميد فيها ضربة جزاء في اعتقادي فيها ضربة كينيا لوويرو. هنا تقدم يوسف جول يوسف دايو البراكنة يتقدمون النهضة تفعلها النهضة تسجل في ظل غياب او في ظل جلوس عمر العرجون لقية ممتازة دايو يمشي للفحلي في تدخل. نعم في تدخل في حق اللاعب يوسف الفحلي طول القامة في منطقة الجزاء هذه مقوصة ولكن طارعت للاهداف والفرص في كاس الكونفدرالية الافريقية بينما الصافرة تأتي. نعم حذاري من اخطاء في منطقة مثل هذه حذاري من تدخل الفتوح زيزو في القائمة الثانية وبالراس كانت صعبة هذه الكرات الخادعة هذه الكرات الصعبة على الحراس يتابع ويلحق عليها الفحلي لكن في خطأ من أحمد فتوح. إذا فتوح في بالراس هذه في القائمة الثانية الراسية جول الثاني بركاني تحية للبراكنة جابوا الثاني مطاف وبالتالي ما يهمنا الألقاب يا معين يا الشعباني وأنت الذي تعودت من زمان حديث هدف بالراس هذا الموسم في الكاف بالنسبة لبركان. وعلى فكرة تكلم عن الضربات الراسية بركان عدد الأهداف اللي سجلها في الدوري المغربي بالراس عدد مرتفع لأنه بركان سجلت 7 أهداف من أصل 33 6 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. نعم 6 دقائق بدل ضايع كان فيه توقف لحظة يعني التأكد من ركلة الجزاء الحكم تقريبا أخذ 3 دقائق لأخذ القرار
النهائي بالإعلان عن ضربة الجزاء. كرة في الجهة اليسرى، معناه أن الأهداف المسجلة حتى الآن من كرات ثابتة، يعني من ركلة جزاء ومن ضربة حرة جانبية. الكرة البينية لفائدة الفريق البركاني، توصل ناحية لاعب ميري، يحاول فيها ميري، لا زالت عنده، ينتظر المساوي في الجهة اليسرى، يقترب منه ياسين البحيري، ياسين والمساوي، المساوي غلقوا عليه المجال، يلعب الكرة لميري، يوسف ميري يعيد للخلف، حمزة الحمياني. دخلنا فعليا الوقت المحتسب بدل الضائع مشاهدينا الكرام. ترسل الكرة من حمزة الحمياني، حمزة يبحث عن ميري، يلحق عليها ميري، لا لم يلحق عليها يوسف ميري، وبالتالي الكرة تذهب مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة فريق الزمالك المصري. يلعب التماس. طبيعي جدا أتفهم تراجع نسبي لفريق النهضة البركانية، لأنه لا يمكن أن تلعب مهاجما طيلة دقائق المباراة في العرف بالنسبة للمدربين تقسم عبر مراحل، لا يمكن أن تضغط طيلة 90 دقيقة، ولا يمكن في المقابل أنك تدافع طيلة 90 دقيقة، يعني المباراة تمر عبر مراحل، لازم يكون هذا التوازن. في بعض الدقائق لازم تملك الكرة، لازم تستحوذ على الكرة، لازم تبادر، وفي دقائق أخرى لازم تدافع، لأنه مهم جدا تحافظ على نظافة الشباك. كرة في منتصف الميدان في صافرة، نعم الخطايات والضربة الحرة لفائدة فريق الزمالك المصري. تلعب الضربة الحرة عن طريق نبيل عماد دونغا، تترك لحمزة المتلوتي، نعم حمزة المتلوتي من يصعد لتنفيذ الضربة الحرة. الزمالك هدد في مناسبة وحيدة عن طريق سيف الدين الجزيري. أحمد حمدي يتقدم، حمدي يلعب الكرة لدونغا، وصلت إلى فتوح. لو تركزون على أداء الزمالك الجهة اليسرى هي الأنشط حتى الآن، الجهة اليسرى هي الأخطر خاصة مع مساندة فتوح. الكرة تمشي من جديد، هذا فتوح، ولكن في بعد ذلك يوسف الفحلي والكرة أوت إلى الرمية الجانبية لفائدة فريق الزمالك. أدوار دفاعية الآن يقوم بها اللاعب الفحلي. واضح بأن الزمالك وقف عند مشكل بالنسبة لبركان في الجهة اليمنى في ظل غياب ظهير أيمن متخصص، سواء بعدي أو كذلك عبد الإله مذكور اللي جالس في دكة البدلاء، وكذلك نتكلم على تحيف، لأن تحيف هو اللي يلعب كظهير اليوم، والمساندة من طرف يوسف الفحلي بعيدة تماما هذه الكرة. من الصعب أنه الشعباني يبدأ بمذكور، لأن مذكور لم يكن أساسي في الأصل في مباريات سابقة على مستوى الكونفدرالية، ولما تلعب نهائي وخاصة أمام فريق متمرس كالزمالك صعب أنك تخاطر وتدخل اللاعب عبد الإله مذكور من البداية، رغم أن عبد الإله مذكور عنده تجارب إفريقية خاصة مع نادي الرجاء الرياضي. ستلعب ضربة المرمى، حمزة الحمياني يرسل كرة للأمام، المتلوتي يرسل طولية، تحيف بالراس وركنية لفائدة الزمالك. يتعدى بركان في الجهة اليمنى، واضح أن بركان يعاني في الجهة اليمنى. تحيف طبعا تحيف مركزه الأصلي ومحور الدفاع، مركزه الأصلي محور الدفاع كالعسال وكدايو، لكن اليوم يلعب في الجهة اليمنى. تالي الزمالك وقف عند هذا المشكل في الجهة اليسرى، والشعباني مطالب أنه يجد الحل لإغلاق هذا المنفذ، لأنه شفنا خطورة فتوح وخطورة كذلك زيزو، لأن حتى زيزو لما صعبت المهمة في اليمين مشى لليسار. هذه كرة خطيرة جدا، والحمياني بالراس، الحمياني والأجمل مرتدى الآن. عندك الكرة ياسين، ما هنا باصي يا ياسين، مرر يا ياسين، الهربة والانطلاقة، هنا الانسلال، هنا الخطورة ممكن، هنا اللمسة من يوسف، ولا زالت صعبة فيها إمكانية الثالث، ولكن الدفاع يخرجها، الدفاع يبعد الكرة في نهاية المطاف. هجمة مرتدة كان ممكن استغلالها بشكل أفضل. يا سلام لو فعل بركان وسجل الثالث قبل نهاية الشوط الأول. ياسين من قاد الهجمة الماضية يلعب في العمق، التدخل من حسام عبد المجيد، حسام في وسط الميدان، انطلق زيزو، دايو يبعد الكرة، لا زالت بركانية. عدنا الهجمة، عدنا الكرة، هنا الفحلي، التماسي الفحلي لفائدة الفريق البركاني. نلعب الثواني الأخيرة على نهاية الشوط المباراة الأول 2-0.
كم كانت مهمة الهجمة العكسية الماضية لو استغل رفقاء اللاعب ياسين المحيري. كان في نوعا ما تباطؤ من يوسف مهري في التعامل مع آخر الكرات داخل منطقة الجزاء. يمشي اللاعب تحيف الآن لتنفيذ الرمية الجانبية، وستكون على الأرجح الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول. توصل لأيوب خيري لمن يعيد للخلف، استلام على طول من عبد الحق عسال يا عسال والكيني. هنا الصافرة تقترب والمساوي يستلم هذه الكرة. نعم صافرة الكيني وويرو تعلينات جاري من هذا اللاعب حمدي. ولا زالت صعبة، لا زالت سهلة اليسار. هذه كرة خطيرة جدا والحمية جدا تحافظ على نظافة الشباك. كرة في منتصف في الجهة اليسرى، معناه أن الأهداف نبيل عماد دونغا حذاري من هذه الكرة خطيرة، حذاري من هذه الكرة الخطيرة الأولى للزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري. بنفس السلاح ضربوا النهضة البركانية، بنفس الأسلوب ضربوا النهضة البركانية، وهكذا الزمالك يسجل بداية مثالية مع انطلاق الشوط الثاني. قلنا حذاري من استقبال هدف سيف الدين الجزيري. الزمالك بثوب تونسي هنا براسية. شوف الإعادة، زيزو رفع غير معقول عدنا بركان أن يسجلوا لأن الزمالك عندما شايف الدين الجزيري سدد، ولكن مرت سلامات الجزيري خطير. سيف الدين هنا نجح في تسجيل هذا عن طريق الجزيري في خطأ الجزاء. ياسين يحاول، يدخل ياسين في متابعة. حتى الآن يمكن أن أقول تراجع واضح لفريق النهضة البركانية، تراجع واضح للنهضة البركانية، وكأنه تأثر نسبيا بهدف اللاعب لمن هذه وصلت على جهة كرة أمامية الكاف والسيطرة مغربية. مؤازرة جماهير بركان إن شاء الله فيدرالية، وقبل كذلك في دوري أبطال إفريقيا. هكذا الزمالك براية التحدي على الصعيد، واحد من عمالقة القارة الإفريقية. اليسرى للمساوي مقوصة وبالراس، ولكن في ماذا في هذه اللحظات السكنية التسديد والركنية الفحل العرضية. ولا أين هو بركان؟ لا زلت أنتظر. يتدخل حمزة المتلوتي في هذه الأثناء، وهذه كرة وتسديدة. ميري كان قريب من الهدف الثالث. فاسيري انطلق من الجهة اليسرى، راوغ وسدد في الزاوية. هنا سيف الدين خطير في هذا الشوط الثاني. سيف الدين خلال حط الكرة للمرابط في العمق. هنا المساوي في القائمة الأول، لا زالت زيزو يتقدم ولكن هذه خطيرة. مرت سلامات عن طريق مصطفى زيزو. كم كانت صعبة هذه اللقطة. راقبوا من فضلكم تحركات اللاعب الجزيري، لأنه فعلا يبقى أبرز اسم في هذا. لازم مراقبة حمدي. برافو يمنى، غطوا عليه لاعبي الزاوية. ممتاز المساوي، كنترول المساوي. فتوح يصعد تي اليسرى، نقلات زملكاويه عرضيه والسيري. هذه صعبه من دياي في العمق، منقوله لبول، لكن الرقابه جدا على مستوى الهجومي، وكأن بركان تلعب انتظار. الفحلي بالراس يبحث عن سمومي تمشي اماميه مساوي، وفرصه قبل ليوس خساره، يبحث عن التعادل. بينما بركان وصلت الى لاعب كيسيندا، العرضيه بعيده، مرر في بعد ذلك كيسيندا كيسيلا تويسيندا، كرة في الجهة اليمنى العرضية. بعد ذلك شوف أصبحنا نكثر من الكرات الطويلة وحيرسل أمامية. هذه كراتنا ضارب منطقة الجزاء. استلام من حج بالمرة، الكرات بالعرض هكذا غير مفهومة تماما، والحكم يصفر ضربة حرة لفائدة الفريق الزملكاوي. ولفائدة ينتظر هنا التمريرة غير مفهومة.